بص بقى العيال ضربت دماغها في السقف بسبب ان هم فرحوا ان عندنا لحمة. شوفوا بقى، قلت اجهز الديكور بتاعي واجهز عدتي ووردي وباك وكل حاجة علشان خاطر اعمل لهم اكلة بقى ايه فخيمة. تعالوا بينا نشوف عملناها ازاي والتركات اللي عملنا بيها الاكل. بس يا ريت ما تنسوش لو دخلتم القناة لأول مرة ما تنسوش لايك للفيديو وارفعوه كده وفرحوني واكتبوا لي تعليقات حلوة واعملوا شير لو امكن. وتعالوا نشوف عملنا ايه. عملت بقى فيها المعلم عكوة بقى وقطعت بقى العظمة كده وقطع اللحمة قطع صغيرة كده. ما انا هعمل كباب بقى، كباب بس كباب على قدنا، كباب حلة اللي هو يعني ايه السهل الممتنع، الحاجة البسيطة دي. وبعد كده رحت مقطعه بقى هنا بقطع العظمه كده عشان خاطر مش عارفه ليه، بس هو انا اتحكمت ان انا اقطعها قطع صغيره كده حتى بالعظمه. المهم بقى ايه، ما خفتش بقى، خفتش على وبعدين عملتها بقى قطعتها كلها كده. شفتوا بقى بقت شكلها حلو قوي ازاي. جيت بقى الحله بتاعتي بقى، طلعت الحله اللي في النيش وحطيت معلقه سمنه، شويه زيت بقى من بتاع التموين اللي زي الفل دوت. الحمد لله، يعني ربنا يديم ونعمه لا نتبطر عليه ما نلاقيهوش بعد كده. وبعد كده بقى سخنت الزيت والزبده على النار ونزلت باللحمه كده، حطيت عشان تاخد كده صدمه. عشان ايه بقى؟ عشان تتلون من كل الجهات وتتحمر من كل ناحية، وفي نفس الوقت تحتفظ بالعصارة بتاعتها فما تنزلش مية، وفي نفس الوقت ما تاخدش سوا. عايزة اقول لكم ما خدتش سوا بسبب الحركة دي، لانك لما بتحبسي العصارة جواها اللحمة بتبقى جوسي وتستوي على طول. انما لو انتي قلبتي فيها كده ونزلت المية بتاعتها خلاص العصارة بتاعتها اتعملت فنشفت معاكي. تمام. جبت بقى شوية بصل كده محترمين كده بتاع يجي كيلو بصل، وعندي كام فص توم بتاع مثلا 6 7 فصوص توم. قطعتهم لشرايح كده، انا مش عايزه نكهه التوم تظهر عشان كده قطعتهم لشرايح. تمام. جبت بقى البصل كده والبلانشه بتاعتي والسكينه، الدنيا تمام. وقطعت البصل لمكعبات كده بالشكل ده. تمام تمام. ما بقول لكم بقى عملت فيها الشيف شربيني والمعلم عكوة. قطعت البصل لمكعبات كده، ما انا هعمل بقى كباب حله. بعد ما اللحمة اتلونت من الناحية الأولى قلبتها على الناحية التانية عشان تاخد شكل اللحمة المشوية. فلازم تبقى على الجهتين كده محمرة كده وزي الفل، بحيث لما تعمل كمان صوص بتاع كباب الحلة ده يبقى طعمه حلو قوي من التحميرة دي والكرملة بتاعت اللحم. تمام زي الفل. متنسوش اللايك للفيديو والاشتراك لو أول مرة تزوروا القناة. فرحونا بقى بالتعليقات يا اخوان. بعد كده بقى طبعا كملت كمية البصل. ما بقول لكم كيلو الكباب الحلة، ما انا ده لحمة يا بابا، فما ينفعش ان احط لها بصلتين كده واجري، لا ده احنا لازم عشان نكتر كمية اللحمة يعني. قال يعني اللي هياخد حتة لحمة مش هيحس بطعم البصلة. شتان طبعا ما بين هذا وذاك. المهم بقى شلت اللحمة بعد ما اتحمرت على جهتين كده في طبق وركنتها على جنب. وهبدأ بقى احمر الدفعة التانية. يلا بسم الله، بسم الله. برضو بوزعها كده على الحلة، وبعد ما تتحمر على الجهة الأولى بروح قلبها على الناحية التانية عشان تاخد الكرملة. طيب جهزنا البصل بتاعنا والثوم، قرن فلفل حار كده قطعيه برضو مكعبات ولا دواير بالشكل دوت، بس يكون ايه دواير كبيرة عشان كده كده الخضار هيدوب ويبقى زي الزبدة في الأكل. فمش محتاجة ان انا اقطعه صغير فبقطعه كبير. قرنين فلفل رومي، حباية طماطم واحدة بس للكيلو. انا مش هعمل طبيخ فعشان كده اخدت حباية واحدة من الطماطم، وتقدروا كمان تستغنوا عنها. برضو بطاطساية كده، بطاطساية واحدة وبقطعها لمكعبات كبيرة علشان ما تثيريش مني في الكباب الحلة. طيب شلت الحتة الوحشة اللي كانت فيها كده وقسمتها لمكعبات كبيرة. بس كده خلصنا الخضار بتاعنا وجهزنا كل حاجة عشان ما نفضلش بقى رايحين جايين عايزين بصل عايزين تومة. تمام. جبت بقى طبق كده وحطيت فيه ايه شوية مية وحطيت البصلة فيه عشان ما تغمقش وتبوظ. حطيت بقية اللحمة الأولى على اللحمة التانية ونزلت بكمية البصل بتاعتي كلها مرة واحدة. وقلبنا بقى قلبنا عشان البصل بتاعنا يدبل بسرعة ويبقى برضو لونه حلو وكده. تبلت بقى الأكلة دي بملح وفلفل اسود، ورق لورا، شوية بهارات لحمة، وعندي معلقة سكر سر خطير سر حربي. ليه بقى معلقة السكر؟ عشان تخلي البصل بتاعنا يكرمل وفي نفس الوقت
تسوي اللحمة، ما تعملش حموضة، يعني عشان حبات القطة اللي احنا حاطينها يعني، لحد ما البصل ياخد لون كده مكرمل ويبقى لونه بني. تمام تمام. نزلت بفصوص الثوم كده المتقطعة شرايح، مش عايزينها مدقوقة زي ما قلت لكم، مفرومة خالص. وبعد كده نزلت بالفلفل والطماطمايه، بس بعد فترة كده من الزمن حوالي 10 دقايق كنت بشوح فيهم البصل عشان خاطر ياخد كله لون واحد. بعد ما تشوح الطماطم مع الفلفل، نزلت بشقشاق ميه. يعني ايه شقشاق ميه؟ يعني يا دوب حاجه خفيفه كده تغطي الرز. شوفوا بقى الحركه دي بقى. جيت بقى احط الرز طبعا عشان خاطر بتابع الاكل، فنسيت ان انا ما صفيتش الرز ده كويس، فكانت كانت هتعمل فرقعه. نزلت بالرز بعد ما صفيته بقى في الزيت، وشوحته كويس جدا عشان خاطر انا عايزه رز مفلفل، وعشان بقى الرز بتاعنا يبقى مفلفل وطعمه حلو كمان. نزلت بقى تبلته الاول بملح وفلفل اسود، يعني مش عايزه برضو بهارات كتير. وبعد كده نزلت بحته زبده، الزبده بتخلي طعم الرز حلو قوي. تمام كده تمام. نقلب بقى ونشوح كده كويس، ويكون حاطه ميه مغليه على النار، لان عايزه الرز بتاعنا مفلفل زي ما قلت لكم، مش معجن. تمام كده. تشوح كويس وتغلف كويس بالمادة الدهنية. هبدأ انزل بالمية، معيار المية المظبوط للرز، يعني كل كوباية رز ليها كوباية مية. اغطي عليه واسيبه يغلي ويظبط مع نفسه. اتابع برضو اللحمة من وقت للتاني، ما ينفعش ان اسيب الحاجة كده وايه وطنش، لا. تمام تمام. الرز لسه عليه شوية شوية كده، ولقيته ايه عمل فجوات، فاروح مهدية عليه. بتابع اللحمة من وقت للتاني، اللي ما ضغطش لايك يضغط لايك. قلبنا الرز بقى واستوى وبقى زي الفل كده، اللهم بارك يعني. خلاص طفينا عليه، وبكده خلصنا الرز. نشوف بقى اللحمة كده، ولو احتاجت مية نزود شوية. تمام. زودت لها شوية مية صغيرين كده، تاخد غلوة كده مع نفسها. تمام. وبعد كده نزلت بمكعبات البطاطس. عايزه اقول لكم بقى، البطاطس بتدي قوام حلو قوي. تقدري طبعا تضيفي صويا صوص براحتك خالص في الوصفه دي. كمان تقدري ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، والله نسيت. مم، مش فاكره، مش فاكره خالص. تقدري تجيبي معلقه دقيق تربيها في شويه ميه، وتضيفيها لكباب الحله، تعمل معاكي برضو وتقل معاكي الصوص. بس دي طبعا كلها اختياري. جبت بقى الطاجن بقى اللي من النيش، وحطيت فيه كباب الحله. حطيت لهم بقى كده الرز في طبق غرف، بطاطس المش بطاطس يعني، نمشيها بدل البيوريه، اللي يعني اكله كده من المطاعم. بس يعني هو ده بكده. الفيديو بتاعنا خلاص انتهى. منتظرة اللايك بتاعكم والتعليقات والاشتراك في القناة، ونشوفكم على خير في فيديو جديد. لفوا بقى خدوا لفة في القناة، أكيد إن شاء الله الفيديوهات هتعجبكم. ونشوفكم على خير في فيديو جديد. شوفوا بقى هنا عمالة اخد لكم الشط من كذا ناحية، من فوق شوية من الجنب شوية. المهم يعني أنا عايزة أظهر لكم جمال الإيه العزومة اللي أنا عملتها لأولادي. يلا كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير. السلام عليكم.